السلام عليكم. عمرك وقفت قدام مشكلة انك محتاج تولد صور اعلانات كتير لمنتجك او لشركتك، ولقيت ان الموضوع بيكلف فلوس كتير ووقت اطول من اللازم؟ تخيل معايا انك تقدر تعمل اكتر من 50 صورة او 100 صورة او حتى 1000 صورة اعلان احترافية في اقل من دقيقة، من غير ما تصرف اكتر من دولار واحد بس. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نعمل ده بخطوات بسيطة جدا من غير اي كود. خلينا نشوف الاول الترندات في المجال الاعلانات والاي اي دلوقتي. الشركات الكبيره بتصرف الاف الدولارات على الادز، وفي تولز كتير بتطلع صور، بس يا اما بتاخد وقت طويل جدا او بتكون غاليه جدا فبتاخد فلوس اكتر. الترند دلوقتي كله ماشي ناحيه انك تعمل اوتوميشن او اتمته، يعني تعمل ورك فلو يشتغل لوحده، يوفر لك وقتك ومجهودك. اللي هنعمله في الحلقه دي هو اننا هنركب الادوات اللي عندنا، زي جوجل جيميناي، شات جي بي تي، ونانو بنانا طبعا، والتليجرام، جوجل شيتس، جوه الان تي ان، ويخليهم يشتغلوا اوتوماتيك. وهنا زي ما احنا شايفين ده هيكون شكل الانبوت بتاعنا. زي ما احنا شايفين صورة عادية جدا بسيطة متاخدة عن طريق التليفون، ما فيهاش اي بروفيشنال ولا فيهاش اي حاجة. عن طريق الصورة دي نقدر نطلع صور كتير جدا بنفس النموذج ده. وزي ما انتم شايفين احنا هنا محافظين على الايدنتيتي بتاعت البرودكت نفسه، وانت برضو نفس الكلام تقدر تعمل كده. وبرضو زي ما انتم شايفين في البرودكتس بتاعتنا او في الريزلت بتاعنا، طالع ازاي الصوره بروفيشنال، شكلها حلو، محافظين على الكالرز، محافظين على نفس الباك جراوند والحاجات اللي احنا طالبينها. الكلام مظبوط، وزي ما انتم شايفين النتيجه عامله ازاي، شكلها حلو جدا. زي ما احنا شايفين هنا في النتيجه اللي بيطلع معانا صور ادز جاهزه للتسويق، ممكن تستخدمها فورا. الشكل ده هنوصل له بخطوات سهله جدا. خليك معايا للاخر علشان اوريك الخطوات خطوه بخطوه، ازاي تبني الورك فلو ده بنفسك من غير اي كود، ومن غير ما تضيع وقتك او فلوس كتير. انا عبد الرحمن راضي، شغال كسوفت وير انجينير بقالي سنين، واشتغلت في كذا شركه في كذا بلد. ودلوقتي بركز على شغلي الخاص، وبشتغل اكتر في اكتر من مشروع في التك في اكتر من دوله. عملت كوميونتي على سكولز، لو انت حابب تشترك فيها هتلاقيها موجود اللينك بتاعها. احنا عاملين كوميونتي هنا، ده بيجمع كل الناس اللي بتحب الاي اي وبتحب الاوتوميشن، ونقدر نتواصل مع بعض ونقدر ننزل كل الكود بتاعنا وكل الورك فلوز بتاعتنا. هتلاقي هنا جوه كلاس روم. احنا دلوقتي منزلين اوتوميشن، بس هننزل تاني بعد كده، هننزل الاي اي، وهننزل اكتر من كورس في المجال بتاع التك عشان نقدر نفيد ناس كتير جدا. زي ما انت شايف هننزل بعد ما بخلص الحلقه على اليوتيوب، بنزلها هنا على الكوميونتي، وهتلاقي فيه اللينك بتاع الورك فلو تقدر تعمله داونلود، وبعد كده تقدر تعمل له ابلود على ال NTN، بحيث تقدر تشغله على طول من غير ما تقعد تكتب في حاجات كتير. ده معمول لاي حد في العالم العربي عشان يتعلم ويستفيد من التكنولوجيا دي ويكسب منها كمان. مهتم اني ابسط كل الادوات دي واوريك ازاي تستخدمها بنفسك وتستفاد منها. طيب هنا خلينا نقول احنا سؤال بسيط جدا، احنا ليه بنستخدم ال NTN؟ ليه اشمعنى هو؟ لو احنا جينا هنا عملنا مقارنة بسيطة جدا، زي ما هتشوف في الريزلت هنا، هتلاقي ان الاوتوميشن هو الترند دلوقتي، وهو الناس كلها واخده الاهتمام عليه. زي ما انتم شايفين عارفين احنا في عندنا حاجه اسمها ميك دوت كوم، في حاجه زابير اسمها زابير، وان ان ان، هم الثلاثه منافسين لبعض، بس احنا هنا بنستخدم الان ان علشان هو اكتر حاجه عليها الطلب دلوقتي. ببساطه لان هو الترند، مجاني، بيخليك توصل بين اي تول بتستخدمها من غير ما تكتب كود، وهو اللي عنده كل اغلبيه التولز اللي في الماركت دلوقتي. الناس كلها بتعمل انتجريشن معاه عشان هو احسن بلاتفورم اوبن سورس، ببلاش تقدر تستخدمه. يعني نقدر نوصل تليجرام مع جوجل شيتس مع جوجل جيميناي، نانو بنانا، كله بطريقه بسيطه و... ومن غير اي فلوس خالص. دلوقتي لو انت عايز الشورت كات جاهز من كل اللي عليك انك لو عايز تعمل شورت كات وتاخد الكود او تاخد الورك فلو كوبي بيست، كل اللي انك هتعمله انك هتعمل داونلود من هنا. وباقي الفيديو هنتكلم عن خطوات الورك فلو بيشتغل ازاي. كل اللي هتلاقيها موجوده على الكوميونتي، تقدر تدخل وتاخده وتشترك، بحيث تكون معانا خطوه بخطوه. في باقي الفيديو هنتكلم عن خطوات بناء الورك فلو واحده بواحده،
ازاي تكتب البرومبت، وازاي نربط الادوات ببعضها، وازاي نطلع الصوره الادز ده كله في دقيقه واحده. يلا بينا نبدا ونشوف هنشغل ازاي الورك فلو ده. زي ما احنا هنا شايفين ده شكل الورك فلو بتاعنا، وزي ما احنا شفنا من شويه شكل النتيجه بتاعتنا تكون عامله ازاي، والنتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها. اول حاجه هنا هنبدا بالتليجرام برومبت اللي هو تليجرام نود، وده هيكون التريجر بتاعنا. لو انت عملت سيرش هنا على اليمين كتبت تليجرام هيظهر لك، هتختار من عن طريق من عنده هنا اللي هو التريجر بتاعك جيت اشات. تمام، انت اول ما بتعمل جيت اشات او جيت المسج بتاعتك، انت هنا اول ما بتاخد المسج تقدر تشوفها هنا على طول. طب احنا بناخد المسج هنا ازاي؟ احنا هنا عن طريق حاجه اسمها الفاذر بوت او الشات بوت بتاعنا اسمه البوت فاذر. ده عن طريق بتعمله سيت اب على التليجرام عندك، بيديك انك تقدر تعمل شات بوت انك تتكلم مع ان ان او اي حاجه انت عايزها. بيديك حاجه اسمها التوكن بتاعك. التوكن بتقدر تسيبه هنا في التليجرام بتاعك. لما تيجي تعمل كرييت بتعمل اكسس للتوكن بتاعك اللي هو بيديهولك، بتسيف الاسم اللي انت عايزه. انا عملته هنا generating image for ads. فانت هنا خلاص وانس ان انت عامل ده كده، انت كده خلاص تقدر تاكسس على طول التليجرام بتاعك. وبعد كده تعمل التريجر بتاعك على المسج، يعني اول ما يبعت مسج او اول ما يبعت رساله ده هنا على طول الرساله تجيلك. زي ما انتم شايفين هنا الرساله، انا كنت باعت فايل اللي هي الصوره بتاعت المنتج اللي انا وريته لكم بتاعت الكريم، وباعت معاه مسج. فقلت له انا عايز جيت ايمجز فور ذس ده الليب ماسك ده الاخير، بس انا كنت اللي قبليه كنت اسمه اللي هو الكلينزر. عايزك تعمل لي صور للكلينزر ده. ليه عايزك تعمل لي كده؟ عايزك تطلع لي 25 صوره او وات ايفر الرقم اللي انت عايزه، 50 صوره، 100 صوره، الرقم اللي انت عايزه. احنا هنستخدم هنا الكاي دوت اي اي، وده ارخص واحد هيطلع لنا الصوره. يطلع لنا الصوره الواحده بس بالتكلفه بتاعتها 0.2 سنت. يعني لو انت عملت 50 صوره ده معناها دولار لكل 50 صوره انت عايزها. طيب بعد ما بنعمل اكسكيوت للستep دي وبناخد خلاص الداتا بتاعتنا، احنا محتاجين نطلع البوت اي دي بتاعنا اللي هو الرقم بتاع الشات ده او الرقم بتاع البوت ده، علشان نقدر نكلم الشات دي بعد كده ونرد عليها بالحاجات اللي احنا عايزينها. مش بس اخد الصوره انا كسيستم، لا عايز برضو ارد عليه. طيب انا هنا بعد ما خلاص خدت الكلام ده كله عايز اطلع الباث بتاع الصوره نفسه. فهتلاقي هنا في التليجرام تريجر هتلاقي الفايل اي دي. ده الفايل اي دي ده هتلاقي ان انت لو دخلت اليو ار ال api.telegram.org/bot، وبعد كده بتدخل البوت اي دي بتاعك اللي احنا عملنا سيف في الخطوه اللي قبل كده، سلاش بنقول له جيت فايل، وهنقول له فايل اي دي. انهي فايل اي دي؟ اللي هو ده. اي واحد من الثلاثه دول هم الثلاثه واحد، هتلاقي 0 1 و 2. 2 بيبقى هم كلهم نفس الريزوليوشن نفس كل حاجه. احنا بناخد اي واحد فيهم على حسب الريزوليوشن بتاعك. انت تقول له مثلا الفايل ده عشان ياخد الريزوليوشن بتاعك وبيعمل له سيف. انت كده بقى معاك الباث بتاع الصوره نفسه، واقول لك انت قدام هتستخدمه في ايه. لو جينا هنا عند انلايز فوتو او انلايز ايمج، ده اللي انت هتستخدم فيه واحد من الاستخدامات بتاعته الفايل باث بتاعك. انت بعد ما بتطلع هنا بيطلع لك، بعد ما بتعمل اكسكيوت لده بيطلع لك يو ار ال زي ما احنا شايفين هنا. ده اليو ار ال بتاعك اللي هو ده. بعد ما انت بتعمل جات لي تبعته هنا لشات جي بي تي عشان يعمل تحليل للصوره دي. طب انا هنا مش بعمل تحليل الصوره وخلاص، انا هنا عايز اقول له اعمل تحليل لطريقه معينه للصوره. انا بقول له هنا عايزك تطلع لي ايه اللي من الصوره، تطلع لي الصوره دي هتطلع لي منها ايه البرودكت. لو ده برودكت تطلع لي هولي، لو ده ليه اسم تطلعه لي، تطلع لي الهكس كلرز بتاعته، الالوان والارقام بتاعت الحروف بتاعته. عايزك تطلع لي النيم بتاع البرودكت، الفونت ستايل، الفونت فاميلي، كل البيانات بتاعت الصوره دي كلها او بتاعت البرودكت ده عايزك تطلعه لي. بعد ما بعمل انلايز الكلام ده كله بعت لي اليو ار ال. وهنا مش بضطر ابعت سيستم برومبت، انا هنا بس محتاج يوزر برومبت اللي هو اقول له انت هتعمل لي ايه بالظبط هنا، عشان ده تحليل صوره مش اكتر. بعد ما باخد الصوره دي كلها ببعت مسج تاني على التليجرام عن طريق الشات اي دي. طب الشات اي دي هنا بجيبه ازاي؟ لو فتحت التليجرام هيعمل في عندك الشات اي دي، بتبعت له الشات اي دي وتحدد له انت على انهي كريدنشلز عشان يبعت لك على الويندو بتاعتك اللي انت بعت عليه اصلا. وبعد كده بتبعت له المسج اللي انت عايزها، اللي هو عايز تقول له got it now creating your request. وما تنساش تقفل الابند NTN علشان ما يظهرش ان هو ده جاي لك من عن طريق NTN. تقدر تلاقي الفيلد دي هتلاقيها موجوده هنا. انا عملت لها ديسيبل، عملت اد فيلد هنا ابند
تقفلها وخلاص كده. تمام. بعد ما تاخد الكلام ده كله بتعمل جيت للرو بتاعك، او بترجع الداتا بتاعت ال 25 فكره او وات ايفر الارقام الافكار اللي انت عايزها. طب انت عايز تعرف تجيب الافكار دي ازاي؟ زي ما هتشوف هنا في الجوجل شيتس، انا عندي هنا الداتا بتاعتي من 1 لحد 13. هنقول من 1 لحد 10 ده البرودكت اللي انتوا شفتوه. طيب الداتا دي كلها انا عملت لها جنريت ازاي؟ الحاجات دي كلها انا ما عملتهاش جنريت بنفسي، لا الحاجات دي كلها اوريك حالا انا عملتها جنريت ازاي. الحاجات دي كلها عملت لها جنريت عن طريق شات جي بي تي. لو جينا هنا بصينا هنلاقي ان انا بعت له هنا الصوره وقلت له اعمل لي كرييت 10 روز اوف ذيس براند. زي ما انت شايف هنا هو هيرد عليا يقول لي جريت، وبعدين هيسالني على الاسئله دي كلها، فبعدين بيقول لي which way would you like me to set this input. انا هقول له هنا يس. فاول ما انا اقول له يس على طول هو هيكريت كل الداتا اللي انا محتاجها زي اللي انت شفتها هنا في الاكسل شيت ده. زي ما انت شايف هو عمل لي جنريت للداتا دي لوحدها. طب هو عمل جنريت للداتا دي بناء على ايه؟ بناء ان انا عملت برومبت او عملت جي بي تي انت تقدر تعمل له داونلود من على البيج هنا، او هتلاقي في الديسكربشن تحت. لو دخلت هنا في الانفو هتلاقي ان انا في الجي بي تي شات جي بي تي الاديتور اللي انا عامله، اعمل له داونلود عندك. ما باخدش اي داتا، ما باخدش اي بيانات منك، بس ده هيساعدك ازاي تطلع الداتا دي كلها. زي ما انت بتديله الصوره هو بيعمل انلايز للداتا دي كلها، بيطلع لي الاد كوبي، بيطلع لي البرودكت نفسه، الكاركتر اللي هو هيعملها لي باليو جي سي. طيب التكست ووتر مارك اللي انا عايزها، الكالر اللي انا محتاجها، بالبرومبت اللي انا عايزه اللي هو بتاع الصوره نفسه. طيب وانس ان هو بياخد الداتا دي كلها بتاخدها بتعمل لها سيف هنا. وانس ان انت عملت لها سيف بتخلي الستاتس بتاعتك مثلا هنا بتعملها كرييت. وانس ان انت عملتها كرييت هنشوف بعد كده الخطوه اللي بعدها. انا بعد كده بدخل هنا على الجيت رو، بختار انهي تيبل انا عايزه، انهي شيت، وبعد كده بختار بقول له الستاتس بتاعت كرييت. وانا هنا لو انا عندي مثلا كل ال 13 صوره دول او 13 برومبت دول انا محتاج اعمل كرييت الاثنين بس، فهو هيقرا الاثنين دول بس. وانس ان هو عمل ريد هنا هيرجع لي في الداتا بتاعتي كل الاوتبوتس اللي انا محتاجها. انا محتاج اعرف الكام صوره دول هم اللي هيتعمل لهم جنريت. وبعد كده بدخل هنا على الشات جي بي تي او بدخل على البرومبت بتاعنا او الاي اي بتاعنا عشان يكريت الصور اللي انا محتاجها. لو انا هنا جيت عملت اكسباند هتلاقي ان هو هنا بقول له انت محتاج تكريت صوره واحده بالبرومبت بتاعنا، ده اليوزر انستراكشن، ده الديسكربشن بتاع الصوره، وبعد كده ده الداتا بتاعت الاليمنت او بتاعت الايمج نفسها اللي هو برودكت نفسه عامل ازاي، الاد كوبي هيبقى عامل ازاي، الفيجوال جايدنس هيبقى عامل ازاي بتاع الصوره. الحاجات دي كلها تخدم الصوره بتاعتنا. والثلاث الوان بتوع الصوره برايمري والسكندري والتراكنج، الثلاثه دول بيوصفوا الصوره. طب ده اليوزر برومبت زي ما شرحنا قبل كده احنا محتاجين حاجتين، محتاجين يوزر برومبت، محتاجين سيستم برومبت. طب السيستم برومبت هنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ ده أنا هنا اللي بديله الشكل التصوري بتاع الاعلان نفسه هيبقى عامل ازاي. انا هنا بديله في اليوزر برومبت انت عايزك تعمل لي كذا، بس السيستم برومبت برضه at the same time عايزك تطلع لي الشكل بالاحتراف ده او بالطريقه دي، انك عايزك تعمل لي الحاجات دي كلها، هتستخدم البرودكت هتستخدم الحاجات دي كلها وتمشي لي على جايد معين، الرول بتاعك تبقى بتعمل كذا، وتطلع لي البرومبت بتاعك هيبقى عامل كذا، ده شكل الاكزامبل، الجود اكزامبل هيبقى عامل ازاي، شكل الكاركتر هيبقى عامل ازاي، بعد كده النوتيشن التجميعه دي كلها هتبقى الاكزيت بتاعك او الاوت بتاعك هيكون عامل ازاي. انا كل اللي انا محتاجه الايمج برومبت بس منك. ومحتاج التولز انك محتاج تعمل حاجه اسمها ثينك تول. ثينك تول ده ان هو تخلي التول نفسها تفكر ان يتاكد ان البرومبت بتاعك صح. وزي ما احنا هنا عارفين ان احنا شايفين هنا ان اليو جي سي بتاعنا او اللاب اي اي بتاعنا الروبوت بتاعنا في ثلاث حاجات، الموديل، الثينك، والاوتبوت بتاعنا. كل الكلام ده كله هتلاقيه هنا. لو بصيت في الاي اي هتلاقي اول حاجه عندك اي اي ايجنت، ده اللي احنا بنستخدمه. ده بالنسبه للبرومبت اليوزر والسيستم. احنا هنا بنعمل باش سايز واحده، انت هتعمل لي برومبت كل 3 ثواني، فيطلع لي هنا على حسب الداتا اللي داخله لي. لو انت داخل لك مثلا 10 صور هيطلع لك 10 برومبت. وزي ما احنا هنا عارفين هنختار في الاوبن اي اي بتاعنا هنختار شات جي بي تي 4.1، ده احسن موديل بحب اشتغل معاه. وبعد كده في الثينك تول هنسيبها زي ما هي، مش هنغير اي حاجه فيها. اما بالنسبه للاوتبوت هنقول له بس شكل الاوتبوت بتاعنا هيبقى عامل ازاي. فانا متوقع منك انك تطلع لي الايمج برومبت بالطريقه دي. طبعا لو الكلام ده كله بالنسبه لك شايف ان هو ياخد وقت طويل منك او هيبقى صعب، هتلاقي الكود جاهز
في الكوميونتي لو عملت داونلود من هنا تقدر تعمل له امبورت وتشغله على طول معاك، هيشتغل معاك. تاني حاجه هنا هنخش على الكاي دوت اي اي. الكاي دوت اي اي زي ما احنا عارفين ان هو ده المخزن بتاعنا اللي جواه كل الاي اي ايجنتس بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها. لو انت عايز تكريت فيديوز هتلاقي عامل الفي 3 للرانواي للسيدنس، كل حاجه موجوده عنده. لو عايز حاجه للايمج عندك نانو بنانا، عندك سي دريم، عندك 4 او ايمج اي بي اي، هتلاقي كل او ايماجن، هتلاقي كل الحاجات اللي انت محتاجها. وهنا برضه هيقول لك الماركت بتاعتك ماشيه ازاي والحاجات اللي منتشره ايه. نرجع تاني للكود بتاعنا. لو هنا بصينا على نانو بنانا هنلاقي ان احنا هنا بنعمل كريت للتاسك. لو انت دخلت على نانو بنانا الايمج هنا في كاي دوت اي اي ودخلت على الاي بي اي هتقدر تلاقي اللينك بتاعك بتاع الكرييت، وهتلاقي برضو نفس الكلام. لو نزلت تحت خالص هتلاقي الكيرل بتاعك ده تقدر تعمله على طول انبوت، تعمله على طول تاخده كوبي وتحطه بيست على طول عندك، خلاص هيكريت لك كل الحاجات اللي انت عايزها. الكيرل اللي انت تقدر تاخده بتعمل له كوبي من هنا، بتروح بتعمل امبورت سي ار ال الكيرل بتاعك. وانس ان انت بتعمله بيست هنا هتلاقي نزل على طول بالديتا اللي انت هتكون محتاجها. طبعا بتدخل الهيدر بتاعك، ده هيبقى بوست ريكوست. الهيدر بتاعك بتختار الاي بي اي بتاعك اللي هو هيدر الجيسون. بعد كده هتلاقي ان انت هتكتب الداتا بتاعك الحاجات اللي هو محتاجها. هو محتاج انهي موديل؟ انت محتاج النانو بنانا اديت. ليه الاديت؟ عشان انت هتبعت له صوره، هتقول له انا عايزك الصوره دي تخليه ماسك المنتج ده او هو بيعمل حاجه بالبرودكت ده. عشان كده انت بتختار الاديت. انت هتلاقي عندك هنا اكتر من موديول، عندك النانو بنانا اديت، عندك النانو اب سكيل، وعندك النانو بنانا العادي. على حسب اللي انت عايزه هتلاقي كل الداتا بتاعتك تحت. اهم حاجه تدخل له النوع الموديل اللي انت عايزه. بنبعت له هنا البرومبت بتاعنا، الايمج يو ار ال بتاعتنا، والاوتبوت بتاعنا عايزه بي ان جي، والايمج سايز اوتو. هو اوتو على حسب الصوره اللي انت مديها له. لو انت مديله صوره سكوير هيطلع لك صوره سكوير. لو انت مديله الصوره 9 باي 16 هيديها لك 9 باي 16. لو انت مديها له 16 باي 9 هيطلع لك 16 باي 9. وبعد كده بتخلص بتعمل اكسكيوت بيطلع لك الكود 200 والمسج سكسس. ده معناه ان هو خلاص شغال فيه. هنعمل ويتنج لمده، لو احنا عايزين بروفيشنال هنخليها مثلا 60 ثانيه اللي هو دقيقه. بعد ما بيختار دقيقه هيروح تاني يتشيك على الجيت ايمج. الويتنج هنا لو انت عملت سيرش وعملت ويت هتلاقي الويت هنا تقدر تعمل له النود اكستراكت. وهنا ده اتش تي تي بي. كنانو بنانا هنا كست او كبوست او كجيت هتلاقي هنا لو عملت سيرش على اتش تي تي بي ريكوست وفتحته هيجيب لك الشكل اللي قدامك ده. احنا هنا نختار الجيت ميثود بتاعنا. لو بصيت هنا هتلاقي فيه الجيت ميثود. كل اللي انت محتاج تعمله ان تبعت له الاثنتيكيشن او الاوثرايزيشن بتاعك، وهتبعت له حاجه اسمها التاسك اي دي او هو التاسك اي دي هتلاقيه بعته لك مع الريكوست. وانس ان انت بعت الريكوست بتاعك هتلاقيه رجع لك حاجه اسمها تاسك اي دي. انت بعد كده تدخل على النانو بنانا او الكاي دوت اي اي، تدخل اللينك وهيطلب منك الكويري بتاعك التاسك اي دي، تبعت التاسك اي دي هيرجع لك هو 200 كسكسس او لو كان في حصل ايرور. احنا هنا طبعا عندنا لو احنا عندنا صور كتير فاحنا هنا محتاجين لازم نحط سويتش. السويتش بتاعنا هنا هنديله احتمالات. لو الستاتس بتاعتك عملت لك فيل اعمل رينيم للاوتبوت ان هو يكون اسمه ايرور. طب ليه بنخليه اسمه ايرور او اسمه سكسس او اسمه جنريتنج؟ عشان احنا هنا عايزين نعرف الستاتس بتاعنا. هل هو اتعمل له سكيب؟ هل هو اتعمل له ايرور؟ هل هو اتعمل له دون؟ هل هو اتعمل له كرييت؟ بنحط السويتش بتاعنا. لو انت هنا عملت كذا طلع لي ايرور، لو انت طلعت سكسس طلع لي سكسس. لو انت بتعمل جنريتنج اعمل ان هو ان بروجرس. وبعد كده بنعمل اكسكيوت ده يطلع لنا 3 احتمالات. طيب لو هو عمل ايرور ايه اللي هيحصل؟ لو هو عمل لو هو عمل سكسس ايه اللي هيحصل؟ لو هو عمل سكسس هيروح يرجع لي الصور دي تاني. انا بروح برجع الصور من تاني عن طريق نفس اليو ار ال ونفس كل حاجه بدراج ودروب بيطلع لي الشكل ده. طب الشكل ده كله بالنسبه لي مش صوره. طب الحاجات دي كلها محتاج اسيبها فين؟ في الجوجل درايف. في الجوجل درايف ببعت له دراج ودروب نفس الكلام. الداتا بتاعتي هنا ان هي طالعه لي على شكل باينري داتا، فانا هنا بسيبها على كلمه داتا زي ما احنا هنا شايفين. طب الفايل نيم، انا الفايل نيم هنا اتس اب تو، ممكن تعملها ميكس او الحاجات دي كلها. انا هنا اخترت ان انت على كل الرو، لو مثلا الصوره دي الرو بتاعها رقم 1 عايزك تسيب لي الصوره دي مثلا بالرو بالاندكس نمبر والاد كوبي
بلس التاريخ او بلس الحاجه اللي انت عايزها. انا هنا هسيبها بالتاسك اي دي على حسب التاسك اي دي بتاعته، جاي من كي اي. في الاخر احط بي ان جي عشان صوره تتعمل لي سيف. بعد ما انا هنا عملت اكسكيوت الكلام ده كله، بعد كده بيروح على اخر داتا عندي اللي هو الابديت رو. بيروح على الجوجل شيتس بتاعك، بيعمل ابديت للستاتس بتاعتي وبيغير لي الفايل نيم. هقول لك ليه دلوقتي انا بستخدم الفايل نيم ده. بعد ما يغير لي الفايل نيم بتاعي والماتش بالحاجات دي كلها، وهيغير الستاتس بتاعتي اللي دان، فهو اوتوماتيك هيكون دان. وبعد كده بيبعت لي مسج على التليجرام بيقول لي خلاص ان انت خلاص your photos are ready now on Google Drive. لو انت فتحت جوجل درايف بتاعك هتلاقي الصور جاهزه. زي ما احنا هنا شايفين هنلاقي في الجوجل درايف بتاعنا، هتلاقي شكل الصور بتاعتك طلعت معمول لها سيف على جوجل درايف بالاسامي وبالارقام اللي احنا حاطينها. طب احنا ليه سيفناها بالارقام او سيفنا الاسامي دي في الجوجل شيتس بتاعنا؟ عشان لو انت حبيت بعد كده تعمل تنادي الحاجات دي كلها من جوجل درايف، تقدر تخش عن طريق الاسم بس وتعمل زي ما احنا عملنا في الفيديوهات اللي قبل كده. تقدر عن طريق الاسم بس تجيب الفايل بتاعك وتعمله شير على البلاتفورم اللي انت عايزها، كفيسبوك كواتساب كانستجرام كاي بلاتفورم انت عايزها. طب الكلام ده كله لو في حاله السكسس. طب لو في حاله الفيل انت هتعمل ايه؟ لو في حاله الفيل هيدخل هنا برضه هيعمل سيرش وهيغير لي الايرور ستاتس بتاعتي لكلمه ايرور. فانا هنا لو بصيت في الاوتبوت بتاعي في الاخر خالص بعد ما يبعت لي المسج، لو هو مثلا انا بعت له 10 صور عمل 9 صح وواحده غلط، انا هعرف بعد كده هخش عن طريق هنا اشوف انهي واحده اللي اتعمل لها غلط. طيب انا بس مش عايز اعرف بس عن طريق اتعمل لها غلط ليه، عايز اعرف برضو السبب بتاعها. فهتلاقي في الفايل نيم بتاعه هنا زي ما انا عامل في الكود هنا الفيل مسج اللي هو كايدت اي اي بيبعتها لي، هيسيب لي في الفايل نيم الايرور مسج بتاعي انا ليه اتعمل لي ايرور او ليه ما اتعملهاش اكسكيوت. وزي ما انتم شفتوا هنا، وزي ما انتم شايفين هنا كده، ده شكل الريزلت بتاعنا، الصوره بتاعتنا اللي احنا دخلناها. زي ما انتم شايفين ده الانبوت بتاعنا وده شكل الاوتبوت بتاعنا. وزي ما احنا كده خلاص خلصنا الديمو بتاعنا بتاع النهارده. ولو الحلقه دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتعملوا لايك وتعملوا فولو على كل السوشيال ميديا بتاعتنا. وهتلاقوا في هنا في اللينك بتاع اليوتيوب كل الداتا اللي انتم محتاجينها، البيجز بتاعتنا وكالشات جي بي تي الاديتور او الجي بي تي اللي احنا عملناه عشان يقدر يساعدك ازاي تعمل اكستراكت للصور دي كلها. وما تنساش تسيب كومنت لو انت تقول لنا انت عايز ايه في الحلقه الجايه. اشوفكم على خير، سلام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتعملوا لايك وتعملوا فولو على كل السوشيال ميديا بتاعتنا. وهتلاقوا في هنا في اللينك بتاع اليوتيوب كل الداتا اللي انتم محتاجينها، البيجز بتاعتنا وكالشات جي بي تي الاديتور او الجي بي تي اللي احنا عملناه عشان يقدر يساعدك ازاي تعمل اكستراكت للصور دي كلها. وما تنساش